السلام عليكم، جمعة مباركة. نقول لكم صباح الخير عليكم. جيسبر راكم كامل مهنيين وبخير يا رب العالمين. اليوم جبت لكم واحد الوصفة بالخبز اليابس باش ما نرموش الخبز اليابس ونستغلوه دائما في كوزينتنا. جبت لكم ان غراتان ولا لومجا، سموها كيما حبيتوا. انا والله ما على بالي واش نقدر نقول لكم عليها. المهم جات خفيفة وجات بنينة. نبداو بسم الله. هنايا عندي خبزه، عندي كاس تاع الحليب، عندي بصله مقطعه رقيقه، عندي معدنوس، عندي البيض 4 حبات ولا 5 حبات تاع البيض، والفخوماج كاري تاع لي ساندويتش، وفخوماج فوندو. هنايا راني نقطع في الخبز هذاك. الخبز سوا يكون يابس ولا يكون بايت برك تاع البارح. المهم الخبز باش ما نضيعوهش ونستغلوه. هذا ما كان كيما كان عندكم الخبز. هنا نوري لكم الراس، نحو الراس هذاك ما نديروش. وهنا نوري لكم المرصوات كيفاش قطعتهم. ما نقطعوهم رقاق، ما نقطعوهم خشان، وراني نقطعهم اون بلي باش واسمو المقصو تاعنا يجي شويه كبير طويل. الوغ نكملوا نقطعوا كامل هذيك الخبزه كيما راكم تشوفوا. وكيما قلت لكم هذاك الراس ما نديروهش باسكو من بعد هذاك ما يجيش ما يتشمخش معانا. هنايا عندي البصل هذاك نروح نديرو نحمصو في المقله بشويه تاع الزيت حتى ياخذ لون. ومن جهه واحده اخرى جبت البلاطو اللي راح نحط فيه. تحبوا ديروا في بيركس كيما تاعي هكايا، ولا ديروا في سنيوه ولا مدوره، نتوما واش حبيتوا ديروها. نستفوا كامل الخبز هذاك وحده قدام وحده، ونسيو كيفاش ما نخلوش الفراغات في الوسط. من بعد تشوفوا الفراغات كيفاش درت لهم. الوغ نرصوهم كيما نقولوا هادي قدام هاديه، باش من بعد كي نفرغوا الخليط تاعنا يتشمخ كامل هذاك الخبز. الوغ هنايا راني نقسم فيه باش الفراغات هذوك نعمرهم. فوالا كيما راكم تشوفوا هكايا، يعني حاجه مليحه باش ما نضيعوش هذاك الخبز وما نرموهش. كل خطره نديروا به حاجه كيما كانوا مالينا زمان. كانوا الخبز دائما يلقاو الافكار ويلقاو فاش يستغلوه. كانوا يقلوه بالبيض، كانوا يديروه في الفوق، كانوا يديروه في المملحات، كانوا يديروه درته لكم ديجا في المقروط، وفريمون جا داك المقروط بزاف خفيف وجا هايل. كما قلت لكم نديروه في المملحات ونديروه في المعسلات، نديروهم في لي غاتو، في البسبوسه. المهم دائما كاين فاش نستغلوا هذاك الخبز. المهم ما نرموهش. هذا ما كان. هنا يعني بديت جبت الريسيبيون تاعي، انا بديت نكسر في البيض. انا هنا درت 4 حبات تاع البيض، مي كنت قادره ندير 5. انا داك واش كان عندي البيض في الدار وما كان عندي حتى واحد في الدار يروح يشري لي. الوغ اكتفيت غير بهاد 4. زدت لهم قرصه تاع الملح وراني نخلط فيهم. ومن بعد نزيد هذا الفرomاج فوندو. هنايا الفرماج هدايا تحبوا تزيدوه تحبوا ما تزيدوهش. احنا كوم ما فيها والو هاد الكيفيه، الوغ حبينا نبنوها غير بالفرماج. كما قلت لكم تحبوا تزيدوا هاد الفرماج تحبوا ما تزيدوهش، مي كومام يمدلنا بنه. راني نخلط في الفرماج هذاك باه يتجانس معاه هذاك البيض. ومن بعد نزيد هذاك الحليب. هنا كما قلت لكم عندي كاس تاع الحليب. بون راني نخلط وراني نعاود لكم في المقادير. انا زدت الكاس تاع الحليب وبيان سور راني نخلط. ومن بعد نزيد هذاك المعدنوس اللي قطعته. تحبوا ديروا المعدنوس ولا ديروا حشيش، وبيان سور المعدنوس خير. قطعت المعدنوس هذاك رقيق، وهاوليك هذاك البصل اللي حمرته. وهنايا جبت لي زيبيس، درت شويه راس الحانوت وشويه فلفل كحل وشويه قزبر، واللي يحب يدير شويه كمون. دوك لي زيبيس كل وحده واش تحب دير لي زيبيس، ما راكوش متقيدين بلي زيبيس. نخلط كامل هاد لاباغي تاعي ولا هاد الخليط تاعي. من بعد نجيب لو بلاطو هاوليك اللي راني مسقمتهم كامل حبه قدام حبه. ومن بعد نفرغ كامل هذاك الخليط. نسيي كيفاش نشمخ كامل الخبز تاعي. انا كيما قلت لكم 4 حبات حسيتها جاتني ناشفه شويه في الاطراف، ما كفاونيش هذوك 4 حبات. الو 5 حبات تجيني سوا. فوالا نجوزو كامل على الاطراف هادوك، نسيو نقيسو كامل لي مورسو تاعنا تاع الخبز. ومن بعد بالمغرفه هذيك نوزع كامل هذاك البصل وهذاك المعدنوس. شوفوا كيما راني ندير هكا، راني نوزع كامل على الحبات هادوك. ومن بعد نكون مسخنه بيان سور الفوق تاعي. من بعد ندخلو على الفوق على 180 درجه حتى ينشف لنا برك البيض. هذا ما كان. ومن بعد نجيبو الفرomاج هذاك تاع الساندويتش،
نقطعوا، تحبوا ديروهم هكاك ديكاري هكاك، تحبوا تقطعوهم كما قطعتهم انا يعني شديتهم قطعتهم كل كاري هكايا قطعته على 4. كما قلت لكم تحبوا تقطعوا على 2 ولا تحبوا تخلوهم هكايا تحطوهم وحده قدام وحده. فوالا هنايا راني نفتح فيهم ومن بعد نشدهم نقطعهم. انا قطعتهم كما قلت لكم على 4. وهذه الكيفية تقدروا تقدموها بلا سوب، تقدروا تقدموها بالشربة، تقدروا ديروها كوم انغوتي تاع العشية كي يجوا دراري من ليكول جيعانين، تقدروا ديروها الويكاند كيما الجمعة، اليوم الجمعة ديروها لهم الويكاند صباح ما ينوضوش بكري ما يحبوا يشربوا الحليب ديروها لهم صباح بلي جو. تقدروا كي يخرجوا العشية جيعانين من ليكول ياكلوها. انايا درتها لهم في الفطور، درتها لهم مع الفطور، ومن بعد اللي قعدت مع العشيه كي جاو حوسوا عليها كلاوها الدراري. انايا هكاك سخونه كليت غير شويه، ومن بعد كي كليتها العشيه بارده عجبتني بارده. كما قلت لكم تقدروا تقدموها مع الجو ولا سورتو مع الكازوز الثاني كتجي هايله، تحطوها للدراري منها تعجبهم ومنها تستغلوا هذاك الخبز باش ما نرموش وما نضيعوهش. الوغ هنا يعني خرجت الكيفيه تاعي بعد ما نشف هذاك البيض، درت له هذوك القطع تاع الجبن ولا الفخوماج، وهنا راني نرابي لها، نزيد نرابي لها شويه تاع الفخوماج كما راكم تشوفوا. ما درتش كميه كبيره تاع الفخوماج غابي، غير شويه هكايا في الفراغات هذوك. ومن بعداتيك كان عندي شويه قولوا لي الكامونبير، زدت في الفيد هذاك درت لهم غير شويه تاع الكامونبير. هذا كان عندي غير في الفريجيدير، هذا ما كان ماشي شرط ديروه ولا. وانتم ولي فخوماج واش كان عندكم تحبوا تزيدوا ميم الطون ديروا لها في هذه المرحله، ديروا لها الطون، تقدروا تزيدوا ديروا لها الطون باش تولي عندكم كيفيه كامله ومتكامله وتحطوها لوليداتكم. الوغ هنايا هالي كان زدت لها شويه هذاك الكامونبير، هذاك الابيض كامونبير، دخلتها للفوغ وراني خرجتها لهنايا. شوفوا هاي ليك دوك نقطع معكم ان مورسو وتشوفوها كيفاش جات. هاني كنقطع معكم ان مورسو فوالا. هالي كيفاش جات، صدقوني جات كيفيه خفيفه، جات هايله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وديروها لوليداتكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. ودوك نقول لكم مع السلامه، وما تنساوش فعلوا الجرس وديروا لي ان كومونتير. باي باي.